يا أهلا بيكم. ازيكم؟ عايزة أقول لكم حاجة. النهاردة نزلت علشان خاطر محتاجة فعلا أجهزة كهربائية، محتاجة أجهزة كهربائية تكون جودة عالية وصناعة مصرية. ما لقيتش قدامي إلا شركة أكاسيا للأجهزة الكهربائية. فعلا عرفت إنها صناعة مصرية، جودة عالية، توكيل، صيانة، وكمان فيها ضمان. وأجمل حاجة وأحسن حاجة فيها استبدال، في استبدال لأجهزة أول سنة إذا كان في عيب في الصناعة، وكمان السنة التالتة ممكن بيجي لحد عندك الصيانة، وكمان بتبقى فري من غير ما بندفع أي مصاريف ولا أي حاجة. وأجهزة استبدال بعد سنتين، الكبة والهاند بلندر الاستبدال بعد سنة. نعمل ايه؟ بنتصل بخدمة العملاء، بتاخد الجهاز وبتجيب لك جهاز جديد في حالة عيب في الصناعة. احنا معانا النهاردة أكاسيا للأجهزة الكهربائية. تعالوا بقى مع بعض. قلت أخش المطبخ، لا لازم أجربها. قلت أول حاجة هبتدي أستعمل الهاند بلندر لأني محتاجاه جدا. الهاند بلندر النهاردة فعلا كان قوي جدا معايا. كان عندي بصارة وكنت حطها على النار، فلازم بسرعة كنت عايزة أطحنها وابتدي افرمها كده واضربها زي ما انتم شايفين. طلعت الهاند بلندر من الكرتونة بتاعته 900 واط، وكمان اول سنة استخدام ابتديت اشتغل فيه. وفيه كذا حاجة، مش بس ان احنا بنفرمه بس، ده كمان في مفرمة صغننة جميلة جدا. قلت طب اعمل ايه؟ طب ما يلا استعملها واجرب. حطيت التوم علشان خاطر اعمل التقلية للبصارة. بصوا أكاسيا فعلا كان جودة وجميل جدا، وساعدني ان انا في اقل من 10 دقايق كنت مخلصة الاكل. فرمت الثوم زي ما احنا شايفين، وكان فيها سرعات متفاوتة. وكمان زي ما احنا شايفين مش في مفرمة وفي كمان هاند بلندر وبس، لا ده كان في معانا مضرب البيض اليدوي، لكن بنستعمله بنفس الموتور اللي احنا بنستعمل بيه كل الحاجات اللي معانا. كان عندي زبادي ومانجا، قلت طب ما اعمل لهم زبادو، وحطيت الزبادو زي ما احنا شايفين. كانت الزبادي والمانجا وحطيت عليهم عسل النحل، وقلت طب ما اجرب واعمل زبادو واشوف ايه حكايه الهاند بلندر. بجد كان منجز معايا جدا. ضربت كده زي ما انتم شايفين وخلصت معايا بنفس الجهاز الواحد اللي هو استبداله بعد سنه. في ساعتها خلصت البصارة، ابتديت اضربها وخلصتها وعملت زبادو من جهاز واحد. كده انا جربت كل الحاجة الموجودة في الهاند بلندر اللي موجود عندي اللي هو 900 واط. طب ما يلا بقى نجرب مع بعض الكبة اللي انا فعلا محتاجاها. الكبة دي 3 لتر، الحلة بتاعتها استانلس، فيها 3 سرعات، وكمان 900 واط، واستبدالها بعد سنة في حالة عيب في الصناعة. اعمل ايه؟ طب يلا بسرعة نبتدي نشتغل. بعد ما خلصنا الهاند بلندر وجربته وكان تحفة، جبت فرخة من التلاجة بسرعة وقلت لا ده انا النهاردة بقى في انجاز. طلعت الكبة زي ما انتم شايفين. هبتدي قلت اجرب ايه؟ افرم البصل فيها، الحاجة اللي انا بشتغل فيها في الفرخة، لان معانا الفرن كمان، فكانت لازم هي الفرخة اللي هشتغل بيها عشان اجرب الشوي في الفرن واجرب كمان الكبة مع بعض. جبت البصل، طبعا ما قطعته الصغير، انا كنت قاصده ان احطه كبير كده علشان اشوف قوة وسرعة الكبة معانا. كبة ستانلس، بصوا كبة أكاسيا بجد تحفة. ابتديت كده زي ما احنا شايفين وقلت اجيب الموتور أكاسيا فيه 3 سرعات زي ما احنا شايفين. وبسرعة بسرعة ابتديت افرم البصل والطماطم والفلفل اللي سبتهم كانوا كده صحاح كبار. على فكرة احنا ممكن نفرم حاجات اجمد من كده، لحمة، فراخ، لان السلاح بتاعها فعلا كذا شفرة وتحفة. بصوا حطيت بقى، قلت يلا بسرعة نتبل علشان عايزة احط الفرخة فين؟ في الفرن الجميل. حطيت كبة في الكبة نفسه في الطبق الاستانلس، كان جميل ومنجز معايا. تبلت ملح وفلفل بابريكا، وكان معانا كمان البهار الجميل زي ما احنا شايفين. وخدت الفرخة معايا وابتديت اتبلها بسرعة لان الكبة كانت سريعة جدا وانجزت معايا. كبة أكاسيا من الأجهزة الجميلة جدا. بصوا تبلت الفرخة
بسرعة لان انا كنت فرحانة جدا بالاجهزة اللي انا جايباها. الاتنين دول زي ما قلنا الاستبدال بتاعهم بعد سنة في حالة عيب في الصناعة. وكمان السنة التالتة وبقولها لكم تاني في صيانة بتيجي فري من غير ما بندفع اي حاجة، وبتبتدي تعمل اي صيانة للجهاز اللي هو اكاسيا. تمام. بصوا بقى الفرخة، طبعا كان في انجاز بسرعة لما ضربت كله في الكبة وتمام سبتها تتبل. يلا بقى نشوف ايه الفرن اللي اشتريته. فرن اكاسيا الكهربي 50 لتر زي ما احنا شايفين. ده بقى نظامه ده الضمان بتاعه واستبداله بعد سنتين. ليه؟ لان هو جهاز معروف ان الفرن الكهرباء بتاع اكاسيا حاجة كده ضمان، ويعني صناعة مصرية 100% وجودة عالية جدا. تعالوا اوريكم بقى الفرن عامل ازاي. في 3 زراير زي ما احنا شايفين. اللي فوق هو الموجود فوق ده التايمر، وتحت بنظبط النص اللي في النص بنظبط الكهرباء او الحرارة بتاعته، وتحت خالص الزرار اللي تحت مروحة وشواية. دي الصينية اللي احنا ممكن نخبز فيها. ممكن برضو في نفس الوقت لو بنشوي بتنزل عليها كل الدهون والمية زي ما احنا شايفين. بصوا اهو انا وريتكم كده ال3 زراير زي ما احنا شايفين. انا عايزه اوريكم الفرخه بعد ما تبلتها رجعت لها ولمتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا الفيديو كانت لازم اعمله علشان اوريكم ان انا قررت ان يكون في تعاون مع شركة اكاسيا، ان احنا يبقى في تعاون بينا، لاني انا حسيت ان انا خلصت الاكل عندي بسرعة جدا. بصوا الفرن جميل، وفعلا شغلت الشواية وحطيتها زي ما احنا شايفين. والله العظيم كان اليوم عندي سهل جدا لما اشتغلت بأجهزة أكاسيا الكهربائية. بصوا الفرخة بتلف ازاي كأنك قاعدة عند الحاتي وبتشوي فراخ. كانت الريحة جميلة جدا وكانت سريعة، والفرن سخن وما خدش معايا أقل من 45 دقيقة. بصوا خلصت الأكل بسرعة بسرعة. أكاسيا بجد تحفة. أنا إن شاء الله هيبقى في بيني وبينها تعاون، لأنها جودة مصرية 100%. استبدال أجهزة سنة وأجهزة تانية سنتين في حالة إن الصناعة فيها حاجة. لكن لو كانش احنا استعملنا اكاسيا، بجد اكاسيا من الاجهزه الكهربائيه جوده ضمان اسعار جميله جدا صناعه مصريه. انصحكم استعملوا اكاسيا، لان انا واحده من الناس شيف عزه هتستعمل اكاسيا وهتتعاون معاهم.